شي تصوت تخلي ما عينك بهذا ترجع تضرنك تصير كاس وتو. جزاك الله خيرا. نسمعناك قرباء اللحانين برا طالع ويبدا يشربوا كاس. لا تواسينا لا قاع لا تواسينا. نحن يبدا نشربوا كاس نعود نمشوا. كان احنا مدوخين احنا خايفين لا نمشوا ما شربنا كاس وخسرت تصويتنا هذا ما هو. لا ما عنده ذهاب يا والد هذا اخبار هو ما عنده ذهاب لكن تقول يا لا وزن جزاك الله خيرا. نسمعناكم جزاكم الله خير. يا محبوس زين جزاكم الله خير. احيانا ولا العافيه بعد. كثير. ايه. ما هو ضاحي. ترى كنت واحد. انتي ولا حد بقى جاوا الواقيس يعطوا الخراز اللي قالوا طرح يا قرقاع عادي ما همشي نعلموني كان حالا ان شاء الله ونترفعوا ونشربوا البراد نترفعوا انتم ماشيين واعدين مكاتب التصويت ان شاء الله. شوفي هاي تاخذ حزب نصاف. حزب نصاف دارهم ميزان ما قلاه باع ميزان يا خيتي باع تعرفي فيه ميزان رواد ما يفرط فيه تم لا مرقب الفوق هو كل شيء وتوب ولاد ما قالت لنا نحد اللي يخش بالتصويت خلاص هذا الميزان انت لا يوقف ست تواقف يتخلص هذا الميزان ريجي هون تصويتك رعاينا مصالحات تعدلين هون خطيط والله هون خطيط لا با كتبي با كبير قدوا الماعين عندك ديري تحت الخط هون طلع عسق لا تمرقي هاي الخطوطه انت مرقي هناك اللي تخلصي تصويتنا خاصر علينا مول الميزان ان شاء الله الميزان قاعد ايوه تو الوعر اللي هو انتو يقال بعد قاع انا يسوي لك سؤال انت من دراك انك تعرف اللي تزرقي وتعرفي والله ما تعرف ايه شوفي هذا عمدتنا احنا بابا والمصطفى والطالب العالم خلينا ان شاء الله يعمل انتم معالمين بهم ولي معالمين بالناس كامله اللي معاه. شوفي هذا عمدتنا احنا بلدية مقتل حجار عدل ياسر من الانجازات الزينه اللي ما هون حد ما هو الرقاج جل مقتل ما هو العمده جل مقتل حجار عدلها لا ما شفنا هون حد عدل هاي الانجازات اللي عدل بابا والمصطفى والطالب العالم. قاري بعد قاعد نعطيك الانجازات اللي عدل قاعد شبه لك قاعد شوفي تراعي هاي الانجازات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 شوفي هاي الانجازات ما هون حد ما هون عمده قطع عدلهم هون مقطع حجار ابدا ما هون عمده قطع جماعه مقطع حجار مباليط ولا هون عمده قطع عدل مربط ولا هون عمده قطع عدل شو سوى شنو يكون بابه للمصطفى والطالب العالم يكون بابه للمصطفى والطالب العالم جاب من الوتات يردوا عنا مباليط شوفي راعينا مصقر حامدين مولانا وشاكرين له انت الحيطه راعيها مصقوله شوفي تجيك هون البلديه وترفد عنك مباليط مربط كنتي تقيس المربط ما عاد قدي ترايب لين طرحيك راعيك شوفي مربط راعي عندك شوفي تقيس المربط وتشتري العتيق تشتري اللحم الله تشتري الله تشتري شيء تخشي منظم وتخشي وتشتري شاتك وتشتري كامل راعي شوفي خرصي وهاي الانجازات انا بعد حقيقه قاره فيا بيلي مولاها خلوقي وطيب وكريم ويبقي المقاطعه ونحن انا شخصيا عارفيني باب المصطفى ماني ينطر صفيتي ابدا. ايوه قوم من جاي ايوه ان شاء الله هو يقال حين نعطيك لو خر. شوفي ها النايب احمد ابو المعالي والمنان احمد ابو المعالي والمنان هذا نايبنا ويبدا ننزل قولوا نعرفوا له شيء. هذا النايب اللي عارف شيء المقاطعه يكرم تلاميذ
يعدل يا في المجازات اللي انا ما قد قاع نبات نرد عليكم. ونمشوا قاع شهر من المقاطعة فاطمة السالمة، الدكتورة فاطمة السالمة سيدي حمود، الدكتورة فاطمة السالمة من سيدي حمود ابن البارة. شوفي هاي المرأة ريالك تمثل النساء، انت قاع فاصلة فيك يا بدالك تقضي الصورة تحتفظ بها على عقود الزمن. ريالك ذيك الصورة ريالك يا بدالك تحتفظ بها. ذيك المرأة ريالك مسؤول عن النساء، ويعطي حد انتخبنا يصوت له، صوت نوابنا، صوت نوابنا وصوت عمدتنا. وجزاك الله جزاك الله خير. وهم نمشي نزرقوا له وتعالى الوقت قاعد تمر الدنيا. بديت ماني فيه قاعد مساعد. شفت قاعد ماني زرق قاعد ماني شاربت يا من ندوخ. انا نمشي. الآن إن شاء الله سنحيل الكلمة للمنتخبين. نبدأ بعمدة مقطع الأحجار بابا المصطفى والطالب العالم. يتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أود بعد بدل القائمين على هاي الحفلة اللي زينة فاطمة بنت حنين وجماعتها لعد كبير جدا. المستقبل إن شاء الله راجي بتصويتكم للحزب ومشيكم معاه ومساندتكم لجماعة المنتخبين. دور إن شاء الله نحققوا إنجازات عميقة كبيرة في الأحياء الهشة اللي تمثل انتوما على مستوى بلدية مقطع الأحجار. دور موجهين، ما تبقى قرية ولا يبقى حي ما درنا فيها أنشطة مدرة لدخلكم كاملة. تعكس تعلق رئيس الجمهورية بالمواطنين وصهروا لأنهم يشاركوا. هدفنا فيها لأن الشعب الموريتاني يمشي في بلد واحد ويتفق كامل، والتفاوت الاجتماعي تخلق نعود مكان ونعود ما فينا تفاوت الاجتماعي ولا فينا حد ضعيف ولا فينا مرة تاكية ولا فينا رقايش كامل ماشيين. وبنينا له قصر كبير وجهزناه ودرنا له جميع الآلة، درنا فيه 100 مقعدة ودرنا له الآلات كاملة الضرورية لإنعاش الشباب. الدور إن شاء الله والعملية تستمر ودمجوا في الوظائف ودمجوا في الحياة المحلية والوطنية. دورنا صهر عليه إن شاء الله، مع العلم أن هذا كامل معدلينه جماعة من النواب والعمد في المقاطعة كلها فات نعت على أنه قايم بواجبه تجاه الساكنة في المقاطعة كاملة. واللي جديد دوري نعت أكثر من احنا الآخرين في المجال اللي يدوروا. جماعة متكاملة وموجهة معناها حالتها واحدة كاملة. الدور إن شاء الله تعاون في المجال. في مشاريع مهمة على مستوى المقاطعة وعلى مستوى البلد. وإرادة عندنا إرادة أن نحققوا شيء، وعندنا الوسائل أن نحققوا بهم الأهداف اللي الاستراتيجية العامة اللي عند رئيس الجمهورية. أنا أرك نقول المشاريع اللي عدلت في البلدية يعني نقول ياسر المشاريع اللي المرافق العمومية كثرت في البلدية. فيه 21 مدرسة، فيه 7 مدارس معدلين السنة الماضية، فيه 3 مدارس حالا نبارك معها. هي كانت 21 في الأصل اللي هي اليوم كامل. والصحة عدلنا على مستوى هون مركز أمومة وطفولة، عدلنا تشوط المركز مهم كانوا مقفلة ولا جاي مشروع عدلنا فيه المركز. عدلنا نقطتين صحيات، واحدة في قيمي واحدة في الجزيرة. هذا رغبتنا من المواطن المقطعي
يعود احلاها الطب، يعود جميع المسائل اللي اساسيه يعود يراها. انتم مواطنين عندكم حقوق وعندكم واجبات، لازم تعرفوا يسوى نساء يسوى رجال ويسوى شباب. رجاج لا يقضى موقف يقضوا على اساس مصلحه بدل من العاطفه. الى عاد وحقق شيء وشافوا يمشي مع اللي حق، والى عاد اللي ما حقق شيء قال ما عدل شيء، وناقشوا ونخرصوا القضايا اللي هي كامله. والاساسي لا حد لا يزيلكم شيء، حد لا يسقيكم، حد لا يجيب لكم الضوء، حد لا يجيب لكم الدواء. الشعب الموريتاني وانتم بصوره خاصه احنا كاملين يعدونا لا يجهد والتخلف والامراض. ما فهمش هاني. وانا الاساسي عندي ان مقطع الحجار يعود قبيله واحده ما يعود قبائل. اللي احنا نعملوا على اساس ان الضغط القبلي لا لوردير لا تريبي انها تنقص. تعود فيه قبيله واحده هي الساكنه بصوره عامه، ونعمل الساكنه وعندنا معاها شراكه، ولك الشراكه تتجسد يوم بعد يوم. الناس كامله هون تعرف، الناس كامله اللي منها على باب وماشي فيها. ولا عدنا فيه الشيطان والله عمر ابدا. جايين هالمسألتين، واحده ما هي انسانيه واحده ما هي شرعيه. اللي عمد واللي دبلتات لا العرب ولا زوايا يعرفوا ما لهم وما عليهم، وبالتالي هم لا يعدلوا كل شيء يعطوا يعدل. هذا ما نختار نعدل محاضره كبيره نقل، بدل ما نختار نعدلها نختار زملاء يراوا الوقت كامل ويتكلموا، غير طالب منكم كاملين تصوتوا لحزبكم. تصويتكم لحزبكم قويتوا جماعتكم، عاد تبقى تعدل لكم شيء. هيك المطالب اللي عندكم كاملات وعندكم كاملين نقدروا ان شاء الله نعدلوها بوقتها. وفي تصويتكم انه قوه لكن شجعنا ويمثلنا عند السلطه الحاكمه اللي احنا هي واحد. والسلام عليكم ورحمه الله. إذا سننتقل إلى كلمة للنواب. نبدأ برجل الإنجازات الذي شكلت آثاره الإيجابية شاهدا ذاتيا على الساحة المقطعية التي باتت اليوم تتحدث عن ذاتها. هنا نتحدث عن النائب أحمد أبو المعالي والبنان. فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم. سكان الطليعة أنا مسلم عليكم كاملين وشاكركم على التواجد الليلة الكبير. نختار نشكر الأخت فاطمة بنت حميد والأخوات اللي معها على هذه السهرة الليلة الجميلة المباركة، واللي ميزوها ميزتين مهمات. واحدة على أنها معادلة ليلة الجموعة، وعلى أنها الأخرى هذه الفرقة المديحية المباركة. وبهذا قطعا اكتمل النجاح واكتملت الصورة. ما قد يكون نشكر فرقة المسرح على الأداء الجيد اللي ممتع كان، واللي في الحقيقة هادف. ملاحظ على أن الليلة فيه حضور كبير للنساء وفيه حضور كبير للشباب، وهذا قطعا عنه أساسي، وقطعا عنه فرحنا على أن مرشحين حزب الإنصاف على مستوى مقاطعة مقطع الحجار وعلى مستوى الجهوي على أنهم نجحوا. على كل حال أنا لا نقول لكم على أن هذه الجماعة اللي رشح لكم حزب الإنصاف على مستوى المقاطعة وعلى مستوى الجهوي على أنها تعي جيدا، لكن اللي فاتوا عدل على مستوى المقاطعة يا غير مولي على أن تعرف عن ذاك اللي فاتوا عدل ما هو شيء بحق المقطع الحجار ويستحقوا الأكثر، وعلى أن ذاك هو برنامجنا في المستقبل، وأن ندار إن شاء الله وتعمل إطار الفريق الواحد ولا حل ذيك المشاكل كاملة الموجودة، مشاكل النساء، مشاكل الشباب. فعلا بعد تصويتكم بكهرة الحزب حزب الإنصاف ونجاح لوائحه كاملة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الموالي سنتحدث عن أو نحيل الكلمة لممثلة النساء وشعار النساء داخل قبة البرلمان في موريتانيا،
والتي ستعمل طبعا على إعلاء الصوت المبحوح للمرأة المقطعية داخل قبة البرلمان، وكذلك أيضا إبراز آهات هؤلاء النساء التي لم تسعفها تضاريس الحياة في الكتيمة على السطح، الظهور على السطح. بالتالي هي دكتورة فاطمة السالمة بنت سيدي حمود، وطبعا هي المستوى الأكاديمي يسمح لها بقبولها بهذا الإنجاز، ولا غرو إجادة مصانع وماجدين فماء العود من حيث يعصر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الحضور الكريم، هلبوا بحجة، انتم شحالكم ياك لاباس عليكم؟ أنا الليلة حاسة مشاعر مختلطة، فيها الفرح وفيها التأثر وفيها الفخر. يعني الليلة نتحدث من حي بقجة اللي خلقت فيه وربيت فيه ولحقت فيه ذا القد. حي بقجة اللي عينة من مقاطعة مقطع الحجار، حي بقجة اللي تنصهر فيه المجتمعات وتنصهر فيه بجميع أشكالها، ويشكل تنوع مجتمعي حقيقي مقطع الحجار. بوبقجة اللي استقبل جميع الوافدين مقاطعة مقطع الحجار، والله بلدية مقطع الحجار من باقي البلديات، وصبحوا أبناء بررة البوبقجة. بوبقجة اللي أهله متحابين ومتعازين رغم اختلاف مجتمعاتهم واختلاف أعراقهم. هذه السهرة الليلة معدلة عن تجمع نسائي من نحن بوبقجة يشرف أيضا، ينقال له بين قوسين ديكس السلام. ديكس السلام هذا نعرفه صغيرة ديك الساعة الشكل كانوا شابات يافعات، وبالنسبة لي ديكس السلام هذا مدرسة. ذوك الشابات اللي جمعوا كاملات عادوا نساء ناجحات، تاجرات ناجحات، طبيبات ناجحات، مسعفات اجتماعيات ناجحات، ورباه أجيال وكدوا وجدوا، واليوم ناشطات سياسيات أيضا ناجحات. أنا عاقب الحديث عن ديكس السلام، لا هنا نضويلكم شوية على البرنامج السياسي اللي ينقال له برنامج تمكين المرأة. شفتوا برنامج تمكين المرأة هذا أعمق من اليعود لا إياك تنجاب فيه ممثلة النساء، لا، هو إضاءة على المناطق المضيئة من الإنقاذ الوطن الموريتاني، خالقة مناطق حضرت فيها المرأة بتربيتها وتنشيتها الناجحة الأجيال وصمودها، وحضرت فيها الأسر بإيمانهم وبناتهم وتربيتهم الناجحة لهم وإيصالهم إلى أعلى مراتب الشرف والعلم. مقطع الحجار واحدة من هذه النقاط المضيئة في الوطن، لذلك حزبنا حزب الإنصاف شاف ذاك الضوء المالك من مقطع الحجار وعرف على أنه عاد مقاطعة ناضجة سياسيا تمثل بأبنائها الرجال وتمثل ببناتها النساء. أنا نائب المقطع الحجار برجاله ونساءه وشباب وأطفاله، ندور نحمل همه كما ينبغي بإذن الله تعالى. ندور نسعى لجامعة بوبقجة ومدرسة التكوين في المنحر ومدرسة الصحة في جونابة ومعهد للتكوين المهني في صنقرافة. ماني لا هنا نسى بلد من مقطع الحجار ما سعيت له من يعود قطب حقيقي من أقطاب التنمية. سكان بوبقجة انتم الحزب خاصكم بخاصية على انه قبل نايب من ابناء بوبقجة، بالتالي العار عليكم عاد اكبر من اي منطقة ثانية في مقطع الحجار. وانا نعرف عن فم محاولات التغيير وجه بوبقجة، نعرف عن قسمات بوبقجة ثابتة ودور ذاك يظهر في مكاتبهم عن قسمات بوبقجة ثابتة وعصية على التغيير، والدور ان شاء الله الانصاف بلوائح الستة يجبر فيها نسبة معتبرة باذن الله تعالى ومفاجئة توصل الى نسب عجيبة وغريبة باذن الله تعالى، مغرشة منه وتاكل عليكم فيها بوبقجة كاملين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن سنتوقف قليلا مع فاصل سنتجرع ونحتسي خلاله شرعة مديحية لعلها تساعدنا على مواكبة ما بقي من فعاليات هذه السهرة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أسلم عليكم. هاي الناس اللي قايمة على العمل الليلة اللي يتميز بهذه مسايب، بعضها سبقني من النايب، هو عملية الجماعة المدح فيها عن مؤشر إيجابي. غير هم عندي من ذاك على اني تكت المقطع الحجار عنه مدرسه بمعنى الكلمه. كنت شيرة اخلاقه توقف امام قدر من الناس تقول كلمه توجيهيه ما هي مرتعده ولا لحنت ولا خسرته. انا عن مقطع الحجار مقدمه يجعلني نفهم لماذا تقدر امراه تركع. انا عندها مجال لا يستنطلع عند مده عراء. ثم رواية أخرى أهم عندي هو أعلن الالتحام بين الساكنة. ما قد حد معناها عن خارج شفنا امرأة دار حاركة موريتاني مقطع الحجارة محصل منها الحمد لله. للناس اللي عندها الشرايحية وعندها الطرح الضيق وعندها التفراق الموريتاني عن مقطع الحجار اللي يجوه لا يجبروا مشكلة اللي ذرية بعضها من بعض وجماعة واحدة ومتقاسمة الحياة ومتقاسمة التعليم. وهذا ظاهر لأنه نتيجة من العمل قد تخلق في زمان بعيدة مقطع الحجار. اليوم التقيت بأكثر من 25 مجموعة من سكان بلدية مقطع الحجار. ولا فيه مجموعة تكلمت يكون عن مصلحة عامة، ما طلب حد الفضة ولا شرط تنعطاله الفضة. يقال ذكر باللي فات وعدل له عن طريق تعطيله السياسي ومنتخبينه وقال على انه زايد الطلبات يقال لا يفوتوا في النجاح. معناها عن الرسالة المشتركة رسالتين. انت كمنسق خبر الحزب عنا قلنا له ان معاه عما طارينا فيش وكان جاب لنا الشيء ما نبقوه لا ينزلوا عليه بين اخلاق الحزب. قال هو برنا جاب لنا اللي عين عليه وبالتالي احنا زارقين عليه مرتين. قلنا منه برنا وصفنا وجاب لنا الجماعه اللي نختاروا ويجيب لنا. هذا راني استوعبته وحكمته عندي. ذم روايه قلتها اليوم في اجتماع العام الفاعلين لعل يعودوا ما فاتوا جبروا الوقت يقولوها لكم كاملين. احنا في الجهاز التنفيذي اكبر شخصيه بعد رئيس الجمهوريه الوزير الاول، والوزير الاول خاض من الواكشوط وقاس بعض المدن يقدر يتكلم يعود موجب الكلام. كان قد يقولوا في بيروه، كان قد يعدل مؤتمر صحفي، قال بدا اخترب مشي رسائل من خلال الحملات. قال عن رئيس الجمهوريه عنده لا حزب الانصاف وعن مرشحين ولا مرشحين للصالح، وعن رئيس الجمهوريه ما عنده اغلبيه عنده حزب. يا غير هذا الحزب اللي عنده هو عنده اغلبيه، الين ما يبقى هو الاغلبيه ما يقدر قاعد يضمن. وعلى ذاك الاساس قفلوا مجال اللي قال له التاويل والاعوار والاحوال. حد زارق زي نقطه من موريتانيا لا يزرق ما هو اعور ولا هو احول ولا يزرق على 6 لوايح. بلديه اللي هو فيها نوابه في المقاطعه جهته ولوائحه 3 الوطنيه اللي هي اللائحه المختلطه وليت الشباب وليت النساء. حد عدل الشمال هو الرساله اللي طلبت منه ما عدلها. اذا هذا يعود واضح. ضمن الصشي هو على الوزير الاول وضح قال عن مهما كانت طبيعه الشخص يسوى مواطن عادي، يسوى اطار، يسوى وجيه، يسوى سياسي، يسوى منتخب، ما له يقبل الطريقه اللي يدعم بها الحزب. عن الحزب هنا الحمراء والدوله ما لا يتحاسبوا ولا لا يتسميه. يا غير هنا وفى النتائج وتنطوى، لكن لا يجيبوا المنسقين الحملات كرسل مؤتمنين انه لا يجبروا ملاقده في المحاسبه معه. عن ما قد يقعد حد سنين بيا وسنين عليا، ما قد يقعد حد عنده شركه وتمولك في عدل يبقي ولين يلحق ذا
ذيك القوة اللي قبل ضد الدولة يتصرف ضدها، ولا قد العود السياسي دعمتوا الدولة ورشحتوا الين عود عاد عنده راي يحاول انه يضرب به الدولة. اذا كان اللي قال الوزير الاول قمة في الوضوح، ولا هو قابل للتأويل ولا هو قابل للخلق. خرق رواية كنت نختار ركز عليها وعلمتوني انا قاعد في شيء ما نعرفه. انا ما كنت شاكر اني اذا قد بعدل في مسرحية وتعود قصيفة وتعود فيها كافة الدلالات، لاني ما تيت حالتكم يكون على ذا اللي ما حضر الليله هون من الحي تصفحوا عليه بذل كانوا يقولوا الخلطه بالتمثيليه وتبعتوا له، وبالتالي اقترح لكم انتم قاع لا يورطكم تنعاد شي ما هو ذاك الميزان وتقولوا عن الميزان في الوقت السته وعن رقاش ما يدري جديد كنت ديرت الميزان في التاقط وشي خاطف زرته خط العود في وسط الخانه. ماني باقي نطول عليكم الوقت تقاعس، والسلام عليكم ورحمه الله. الكلمة الموالية لمنسقة النساء في حزب الإنصاف نينا متفاعل. تفضل. مين؟ السلام عليكم ورحمة الله. وأنا باسمي وباسم النساء هون شاكرين منسق الحملة على مستوى المقاطعة مقطع الحجار، شاكرين العمدة بابا والنواب بالمعالي وفاطمة السالمة والوجهاء كاملين شاكرينهم. شاكر النساء هم اللي يعوضونا انهم يكونوا انهم ما يجوا يكونوا في كثرة الحمد لله، لكن دل شيء عليك انهم الحمد لله عارفين حزبهم الصفوا وعدل لهم ذاك اللي يدوروا وذاك اللي طلبوا وعدل لهم اللي منتخبين هم اللي طلبوا انهم يرشحوا لهم ولاني موصيتكم عليه معه الميزان تاخذ كاملا اعطيت لكم يوم الزرق انكم تخرصوا الميزان فيها وتخطوا قدامه الباقي، واللي ما يقدر يكتب الباقي يدير اشاره يسوى هي شنو، المهم ما يمرق الخانه. والسلام عليكم ورحمه الله. ما نقدر نطول كما والي ايضا لرئيس لجنه اللوجستيك عبد الله العبادي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمهور الإنصاف العزيز، بكل المحبة والسرور أرحب بكم في هذه الأمسية التي تعكس تعلق الساكنة بحزب الإنصاف. وهنا أقول حزب الإنصاف كما قال المنسق، المهم الميزان، ولا تدخلوا قاع في التفاصيل الأخرى، ولا يورطكم من مترشح من ما هو مترشح. الميزان ديروا قدامه التصويت له. أيوة ولي الله في ذي المرحلة اللي هي ذي اللي قالوا العمدة والنواب والجهة واللوائح الوطنية يلا تنحسهم أخبارهم، لأن الحقيقة مقاطعة وعليها العار. مقاطعة عندها الصيت يلا تحافظوا عليه. الصيت شنو؟ لأنها مقاطعة مثقفين، مقاطعة نخبة، مقاطعة ملتزمين. مدة قالت انها ماشيه ذا الخيار له، معناها انها ماشيه معاه مطلقا، ما فيه لا انا لا عمده ولا نصوت لا للنواب ولا ذاك ما يتواسى. يلا تنا كاملين نتعاونوا لين نوصلوا رسالتنا على ان ما انا كيف الادميه الاخرى، لان لين نقولوا شي نعدلوا. ايوه يلا. ثم روايه اخرى نختار نقولها تقول على انك لياك تقيس رقي اي امه يسوي شذي خرص نسائها. والله اللي الصوره واضحه على انها بصالحنا، لان الحقيقه نسائنا لهم تبوؤوا مراكز متقدمه في اللي قالوا الدوله، وطرحت علينا عار لان اللي الحقيقه ما تينا يكون اللي قاعد صوتنا وبكذابه وذا ولا مقصرين مثل اللي قالوا حزب الانصاف. نختار نقول اعلنا فمجهود كبير انبذلت لياك نعودوا في المرحله اللي هي، لان شو قبل نسائنا ومثلوا ورجالنا ومثلوا
ونين جات الجهه نختار مقطع حجار على نعود ولا على الجهه، معناها البراكنه كاملها نقبل منها مقطع حجار. هذه الثقه لله الحقيقه يالطنا كامله نعبروا عن اللي قالوا الامتنان والعرفان بالجميل للحزب له، لانه ما بخلنا شيء سوى شكر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الموالي سنحيل الميكروفون لرئيس لجنه التعبئه والتحسيس لبرابط محمد الامين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا مسلم عليكم كاملين. نحن فعلا رؤساء اللجان المفروض أن ننتموا نعطوا كلمة تكلم قصيرة درتو. إن قال أن الحفاظ على الموجود أولى من طلب المفقود. ونحن هون نتكلم عن المترشحين شوي. أن نسبق النواب النائب أبو المعالي والمنان. نحن المقطع حجار اللي أصلا رصيدنا لا القلم ما نقدروا نخلصوا له. اللي إن قال التربية هي صناعة الفرد، التربية هي صناعة الفرد. ما معنى صناعة الفرد؟ الفرد في التنمية الحديثة هو رأس المال الأكبر في التنمية الحديثة. اللي يهم من الاقتصاد الآخر، اقتصاد التنمية الحديثة قالوا الخبراء أنه لا صناعة الفرد. النائب أبو المعالي شارك في صناعة الفرد باش بنعدل جائزة للتعليم. جائزة التعليم ما فيها ليبرالية ولا فيها الفضة، فيها لا الفقراء، ولا مسك ثقافة قلوب الفقراء، ولا حقت بيوت الفقراء، وشجعت المعلمين الفقراء انهم يتمثلوا، وشجعت ابناء الفقراء انهم يجوا الفوقانيين. هذا اولا. اللي نقسموا للزراعة النائب ابو المعالي والمنان عاون المزارعين، عاونهم بانهم رموا القواتم، وعاونهم بانهم يعدلوا البوتيك اللي ينقالوا بالحقل ما يزقلوا فيه الشيء، لا عدلوا بوتوه لكن هما يحرزوه. لا ينقصوا العمدة. العمدة بابا عنده ميزة ما عند أي عمدة في موريتانيا. ما هي؟ الصفاء والصدق والحضور اللي بين أهداف المواطنين كاملين. ما هو عمدة حاضر بين أهداف المواطنين وبين المواطنين أكثر من بابا والمصطفى. وإنت تقيسوا العدد بلدية مقطع حجار باختصار كاع قبضوا من هون، ركبوا من هون وقيسوا الواكشوب، خلصوا البلديات، اخذوا للاك، اخذوا للشقار، اخذوا لابو تلميذ. انتوا تعرفون بلديتكم زينه، وانتوا تعرفون هون بناء تحتيه وعدلت. نختار نقول لكم باختصار عليكم تصوتوا لهذه الجماعه. الاخت العزيزه فاطمه السالمه من سيدو الحمود. انا ما ندوف اني ما نقول عنها شيء نقول عنها، لان نقول هي فتح مبين للنساء. السياسة ابتداء من الآن لن تبقى لك أيها الرجل. نحن عندنا موجودين، عندنا حاضرين. هاي الدكتورة ملهمة لكم كاملات. صوتوا لها باش تعودوا تعاقبوا عمر وتعودوا دبيتات وتعودوا في المجالس الجهوية وتشاركوا حق ولا تخلوا الرجل هو اللي يحمل لواء التنمية. اللي معروف أن المرأة هي أحسن تسيير من الرجل بالعالم كامل، مقاع ما هو موريتانيا. ولا نطول عليكم. وكي قال عبد الله لا تقرصوا كاع ولا الباء ديروا في التواقع الستة. باء عند الميزان ما يخرص كاع حتى لا الميزان يدير الباء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا شخص مناضل حزب الانصاف ألح على ضرورة منح كلمة.